سقطة في تاريخي. ممكن أعمل أي حاجة بس الفيلم ده يتحذف. ده كان كلام الزعيم عادل إمام لما اتسأل عن الدور اللي هو ندم عليه. الزعيم مش بيحب الفيلم ده ومش بيطيق مشاهد معينة فيه، ولو طال يدفع ثروته كلها بس يتحذف الفيلم ده هيعمل كده. يلا بينا نحكي لكم التفاصيل كلها. الزعيم عادل إمام مواليد مايو 1940، يعني عنده 82 سنة، ومن أولاد المنصورة محافظة الدقهلية. كان بيحب والدته جدا وتأثر قوي بوفاتها، وأبوه كان راجل متدين وشغال شاويش في الشرطة بس مات بالزهايمر. عيلة فنية من الدرجة الأولى، أخوه المنتج عصام إمام وجوز أخته مصطفى متولي، وأبنائه محمد عادل إمام ممثل مشهور، ورامي عادل إمام مخرج مشهور، وهو كمان يعني ما شاء الله مش محتاج كلام. كلهم معروفين وعيلة فنية تقيلة. مثل تلفزيون ومسرح وسينما أكتر من 10 مسرحيات، ومعدي 100 فيلم مع أشهر ممثلين الوطن العربي. من الآخر زعيم. وفي وسط كل الأعمال الفنية العظيمة اللي خلته الزعيم، دور واحد بس اللي نفسه يحذفه من تاريخه وندم إنه عمله، ولو يقدر يدفع ثروته كاملة علشان يتخلص منه هيعمل كده. فيلم سيد درويش اللي عمله الزعيم من 50 سنة في بداية دخوله مجال الفن. الزعيم متضايق جدا جدا من دوره في الفيلم ده. بيقول ازاي الزعيم يعمل صبي علمة. كان الأستاذ محمود سعد سأله في لقاء عن أكتر فيلم ندم عليه. رد عليه الزعيم وقال له: دوري في فيلم سيد درويش كنت عامل صبي علمة مخنث، كل ما تيجي احتفالية سيد درويش يعرضوه على التلفزيون، وأولادي وأحفادي يقولوا لي ازاي عملت الدور ده. الزعيم عنده مشوار كبير، وكان أول بطولة ليه مدرسة المشاغبين اللي كانت وش السعد، هي وفيلم البحث عن فضيحة، وبعد كده الدنيا فتحت معاه أفلام ومسلسلات وطبعا المسرح. الزعيم حاصل على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة، ومن مسرح الجامعة الزعيم بدأت حكايته في التمثيل. ربنا يديك الصحة يا زعيم، ونستمتع دايما بفنك الجميل.